مرحبا بكم يا عشاق كرة القدم. إذا كنتم تكرهون الدراما ولكنكم تعشقون كرة القدم فهذا الفيديو لكم. لنستكشف معا قصص الانسحابات الأسطورية لنادي الزمالك والأهلي. في موسم 1947 انسحب الأهلي من المباراة النهائية للدوري، وفي موسم 1948 انسحب كل من الأهلي والزمالك من نهائي كأس مصر وسافرا إلى فلسطين. وفي موسم 1947 رفض الزمالك إعادة جدولة مباراته ضد الأهلي وانسحب من المنافسة. وفي عام 1988 انسحب الزمالك من جميع بطولات الاتحاد المصري لكرة القدم. وفي موسم 1995 انسحب الزمالك قبل دقائق من نهاية مباراته ضد الأهلي. وفي موسم 1999 انسحب الزمالك بعد 4 دقائق فقط من بداية مباراته ضد الأهلي. وفي عام 2000 انسحب الأهلي من أول بطولة كأس السوبر المصري. وفي عام 2004 انسحب الأهلي من دوري أبطال العرب. الدراما وكرة القدم مزيج مثير، أليس كذلك؟